السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حبايبي وأعزائي المشتركين معانا مع الدكتور خليفة مختار خليفة، أخصائي الكبد والجهاز الهضمي والحميات. النهاردة إن شاء الله حبيت أتكلم في موضوع مهم جدا، برضو ممكن يكون بره التخصص بتاعنا، بس الموضوع منتشر جدا 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 في استقبال معظم المستشفيات في جمهورية مصر العربية، ألا وهو الاستخدام المفرط للمسكنات. المسكنات زي الديكلوفينات صوديوم أو بوتاسيوم، زي الديكلوفين، زي الفولتارين، زي الأولفين، وبرضو زي مجموعة الإيبوبروفين، زي البروفين بكافة الأسماء التجارية، بروفين 200، بروفين 400، بروفين 600. الناس بتستعمل المسكنات ديت يا جماعة بشراسة، خصوصا السيدات. طبعا واحدة عندها صداع، ظهرها تعبها، كتفها تعبها، تروح الصيدلية تجيب شريط مسكن، تفضل ماشية على المسكن فترة، ممكن تمشي أسبوع، شهر، شهرين، 3، والمسكن دوت يعمل لها فشل كلوي نتيجة استخدام المسكنات فترة طويلة. وعدنا بنشوف ناس عندها 15 سنة و20 سنة و30 سنة و40 سنة بتروح تغسل كلى بسبب المسكنات. أنا شفت ناس كتير جدا بتيجي تغسل لمجرد استخدامها للمسكن، مثلا راح كشف عن دكتور عظام أو راحت كشف عن دكتور عظام أو دكتور مخ وأعصاب أو دكتور باطنة، وهو اداها المسكن فترة مؤقتة لحاجة معينة، لا تقوم واخدة المسكن معاها فترة شهر، شهرين، 3، خصوصا السيدات أيتها الأم، أيتها السيدة الفاضلة، بلاش نستعمل مسكنات كتير. أنا عارف اللي ركبتك تعباك، عارف اللي ظهرك تعبك، عارف اللي كتفك تعبك، بس استخدام المسكنات لفترات طويلة يعمل لك لا قدر الله قرحة في المعدة، يعمل لك لا قدر الله فشل كلوي حاد. وأنا أصلا في غنى عن الكلام ده كله. ليه؟ لازم نستشير الطبيب المختص، لازم نعمل تحاليل بعد استخدام المسكنات فترات طويلة، خوفا من الفشل الكلوي، خوفا من التهاب الكلى. انت كده بتدخل نفسك، بتكون عبء زيادة على الدولة، عبء زيادة على المجتمع، عبء زيادة على عيلتك. ليه ندخل في مرحلة غسيل كلوي مع اننا ممكن نحافظ، نستشير دكتور مختص، نمنع المسكن، بلاش نستخدم المسكنات فترات طويلة يا جماعة. دي معلومة مهمة جدا جدا جدا. الناس طبعا اللي بتروح برضو تجيب مضادات حيوية زي ما الجراميسين والمجموعة الامينو جلايكوسايد. الجراميسين من الحاجات اللي ممكن تعمل فشل كلوي، بالتالي المفروض احنا بنستخدمه فترة مؤقتة وما بنستخدموش على الفاضي والمليان. ومفروض بعد ما نستعمله من 7 ايام ل 10 ايام نعمل تحليل وظائف كلى بعدها، بلاش نستعمله في الفاضي والمليان، برضو تحت اشراف الطبيب المختص، تحت اشراف الطبيب المختص. المسكنات والمضادات الحيوية بانواع معينة لازم نعمل تحليل وظائف كلى لو استعملناها فترة طويلة، علشان ما نكونش بعد كده نعاني من امراض مزمنه وفشل كلوي وغسيل وشغلانه، واحنا في البدايه كان ممكن نستثني الموضوع ده خالص. يبقى المسكن نخلي بالنا من المسكن سيدات مصر، المسكنات. دي كانت معلومه بسيطه حبيت اقولها لامهاتنا وحبايبنا واخواتنا عن المسكنات، علشان ما ندخلش في دوامه احنا في غنى عنها. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. سلام.